بركة حياتنا ونور بيوتنا، صحتهم أمانة في رقبتنا. أهلا بيكم في المهم الصح. ايه اهم التطعيمات اللي لازم الكبار ياخدوها؟ سؤال مهم جدا. في تطعيمات طبعا هامة لكبار السن. أهمية التطعيمات إن هي بتقيهم من الأمراض وبتقيهم من مضاعفات الأمراض. أول تطعيم بالنسبة لكبار السن هو تطعيم الأنفلونزا. تطعيم الأنفلونزا ده طبعا موسمي، المفروض كبار السن ياخدوه في آخر شهر 9 أو أول شهر 10. ده بيدي مناعة لمدة 6 شهور، عشان كده إحنا لازم بيتكرر كل سنة، لازم يتاخد سنويا. المفروض كل المسنين اللي هي 65 سنة فما فوق لازم ياخدوه. بناخده في سن اقل من كده، اقل من 65، لو كبار السن دول عندهم اي امراض مزمنه. زي ايه مثلا؟ زي امراض القلب، امراض مشاكل الرئه بقى، الانسداد الرئوي المزمن، حساسيه الصدر، امراض السكر، امراض الكلى، اي امراض عموما بتضعف في المناعه. اهميه تطعيم الانفلونزا ان هو بيقي من الانفلونزا، حتى لو جاله دور انفلونزا يبقى دور بسيط، بيقي من مضاعفات مرض الانفلونزا زي الالتهاب الرئوي. بيقي برضو من حاجة مهمة جدا اللي هي تفاقم الأمراض المزمنة. يعني إيه تفاقم الأمراض المزمنة؟ يعني تلاقي مثلا كبار السن يبقى عندهم مثلا فشل في عضلة القلب، وتلاقي وضعه مستقر جدا وما عندوش اي مشاكل. اول ما يجيله دور انفلونزا تلاقي رجله بدات تورم، بدا يبقى عنده نهجان، كرشه نفس، ضربات قلبه تزيد، ويبتدي العيان المرض المزمن اللي كان عنده الاول وكامن وما فيش اي مشكله يبتدي حالته تتدهور ويسوء، وبعد شهر ممكن يؤدي بيه الى الوفاه. فهو اهم ميزه تطعيمات الانفلونزا ان هي بتقيني من مضاعفات المرض اللي هو الالتهاب الرئوي وتفاقم الامراض المزمنه اللي عند كبار السن. تطعيم الانفلونزا ما فيش منه اي مشاكل وما بيعمليش اي اضرار لكبار السن، وبالتالي هو لازم يتاخد زي ما قلنا لكل المسنين. تاني تطعيم هو تطعيم النيموكوكل اللي هو الالتهاب الرئوي. المفروض البالغين كلهم ياخدوه عند سن 50 سنة. هو بيتاخد مرة في العمر، هو جرعتين. لو ما خدناهوش عند سن 50 ممكن نرجع ناخده عند سن 60 أو 65، مفيش منه أي مشكلة. بيقيني برضو من الالتهاب الرئوي ومضاعفات الالتهاب الرئوي. اللي زي ما قلنا الالتهاب الرئوي ممكن بيحصل كتير جدا في كبار السن نتيجة إن مناعتهم ضعيفة وما بقاش فيه سيطرة على الأمراض المزمنة اللي عندهم. فهو بيقيني من الالتهاب الرئوي ومضاعفاته. واكثر مضاعفات اللي ممكن نشوفها الالتهاب الرئوي هي طبعا انه ممكن يحصل لهم تسمم في الدم، ممكن يحصل لهم فشل في وظائف التنفس. وتلاقي كبار السن مجرد جاله دور التهاب رئوي دخل المستشفى حصل له تسمم واتحط على جهاز تنفس صناعي نتيجه فشل في وظائف التنفس. فتطعيم النيموكوكل ده مهم جدا ولازم كبار السن كلهم ياخدوه. عندنا التطعيم اللي بعده هو تطعيم التيتانوس. طبعا ده بيتاخد لكبار السن برضه. هو بيتاخد كل 10 سنين، ان هو بيدي مناعه 10 سنين، فالمفروض بيتاخد كل 10 سنين. ده طبعا عشان لو جالنا اي مثلا جرح في رجلنا او اي مشكله في الرجل والجرح تلوث، بيحميني مثلا ان انا ما يجيليش مشكله، عشان الجرح اللي بيتلوث ده ممكن يصاب بنوع معين من البكتيريا، ممكن توصل السم بتاعها ممكن يوصل المخ، بيأثر على الاعصاب وبيأثر على المخ وبيعمل لي مشاكل كتير. فتطعيم التيتانوس ده برضو مهم. التطعيم الرابع اللي بنتكلم عنه هو تطعيم حاجه اسمها الهربس النطاقي، او اللي بيبقى معروف بالحزام الناري. ده بيقي كبار السن. ده برضو احنا بناخده كبار المفروض البالغين بياخدوه عند سن 50 سنه، ولو ما اتاخدش عند 50 ممكن يتاخد عند 60 او 65، ما فيش منه اي مشكله. ده ميزته ان هو لو كبار السن جالهم دور الهربس او الحزام الناري بيبقى الدور اخف كتير لو واخدين التطعيم، وبيقيهم بقى من ان هم يحصل لهم الحزام الناري او الالم الشديد اللي بيحصل نتيجه الاصابه بالهربس النطاقي. بنشوف ناس كتير جالها الحزام الناري ده وبتعيش بقى بالالام المزمنه دي، ممكن تستمر معاها سنين. لو واخده التطعيم لا، الاعراض بتبقى اخف كتير. التطعيم اللي بعده مش لازم، اللي هو مش لازم كل كبار السن ياخدوه، اللي هو تطعيم الهيباتيتس بي. ده بناخده لو احنا مثلا، ده لو مريض مثلا كبد عنده فيروس سي مهم ان هو ياخد التطعيم بتاع البي. لو عنده فشل كلوي وبيتحط على مكنه غسيل طبعا لازم ياخد تطعيم الهيباتيتس بي. لو مثلا برضو كل بقى الدكاتره التمريض برضو مهم ياخدوا تطعيم الهيباتيتس بي. فالتطعيمات مهمة جدا لكبار السن، زي ما قلنا بتقيهم من الأمراض وبتقيهم من مضاعفات الأمراض.
مستنيه اسئلتكم واستفساراتكم في الكومنتس، واشوفكم في الحلقه الجايه على خير.